السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على اشرف خلق الله وسيدهم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة بقى نخش في الاداء الممتع الجميل السلس البسيط اللي بيعدل المزاج بتاع النادي الاهلي قدام اسوان، اللي قدر في شوط اول يقضي على امال اسوان تماما بثلاثية نظيفة كان بطلها حسين الشحات بثلاثة اسيست. هو اللي صنع الثلاث اهداف. اداء ممتاز من لاعبي النادي الاهلي كلهم بلا استثناء، قدموا مباراه كبيره جدا. ديانج هو الوحيد اللي ما كانش في الفورم قوي، مس باص كتير جدا، وده تقريبا من الاجهاد اللي عنده البدني. مش عارف ديانج ماله، بقاله ماتشين كده ثلاثه مش هو ديانج اللي احنا نعرفه. الشناوي صد ضربه جزاء رجعنا، بدل ما الماتش كان يبقى 2-1 خلاه 3-0. برافو الشناوي، زي ما انتقدناك في الجون اللي دخل بتاع الهلال. لازم نشيد بيك، انت حارس كبير وحارس مصر الاول وافريقيا الاول، فما ينفعش تغلط الغلطات البسيطه الساذجه دي. برافو الشناوي، برافو كل لعيبه النادي الاهلي. قبل بقى اما نشيد بدول كلهم لازم نشيد بالعبقري البروفيسور مارسيل كولر، مدرب فاهم بيعمل ايه وجريء جدا وشجاع جدا في اختياراته وقراراته. لسه خسران من الهلال هناك 1-0 في افريقيا في اول ماتش، وطبعا عايز مكسب من اسوان باي شكل من الاشكال. فمدرب غيره ممكن يخاف ويلعب اللعيبه الاساسيه اللي بيعتمد عليها بشكل قوي جدا وباستمرار. لا، ده ما عملش كده، ده ريح بعض اللعيبه اللي بيعتمد عليها بشكل مستمر واساسي، عشان خاطر في ماتش سان داونز مهم جدا ما ينفعش فيه ولا تعادل ولا هزيمه، لان الماتش على ارضنا واحنا خسرنا اول ماتش من الهلال. فطبعا اختياراته شجاعه جدا وجريء جدا، وخد اللي هو عايزه من الماتش باداء ونتيجه، لان واحد فاهم بيعمل ايه كويس جدا وبيقرا الخصم كويس جدا وفاهم بيحرك اللعيبه ازاي وبخططه عامله ازاي. هو حس ان الارض بتاعت الملعب مش حلوه ومش هيعرف يمشي كوره عليها، بدا يلعب كرات طوليه، وبدا برضه يحرك الملعب ويحرك اللعيبه بشكل ممتاز. تغييراته ممتازه طبعا عشان خاطر بيريح اللعيبه لما اطمن على النتيجه، فابتدى يريح اللعيبه برضه اللي هو محتاجها في ماتش سان داونز. حسين الشحات برافو جدا، اداء ولا امتع من كده ولا احسن من كده. هو ده حسين الشحات اللي احنا عايزينه واللي احنا عارفينه. الصفقات بتاعه النادي الاهلي صفقات كلها ممتازه، اوراق رابحه بكل المقاييس. سواء القندوسي ان شاء الله هيبقى اضافه قويه جدا، مروان عطيه من افضل لاعبي المباراه النهارده مع حسين الشحات، خالد عبد الفتاح قدم مباراه كبيره. وطبعا ارضيه الملعب ما كانتش مساعداه في الفنتات اللي كان عايز يعملها او جري بالكوره، بس هو خامه ممتازه وادينا شفناه في كام ماتش قبل كده. صفقات بصراحه تفتح النفس، وهي دي اللي تليق باسم النادي الاهلي وتشيل تيشيرت النادي الاهلي. ان شاء الله القادم يكون احسن في الدوري وفي افريقيا، ان الاهلي الفريق الوحيد لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله والحمد لله ان هو ما خسرش ولا ماتش لحد دلوقتي في الدوري مع كولر، وان شاء الله ياخد الدوري من غير خساره، ان شاء الله يكمل على كده يعني. والماتش الجاي قدام صن داونز ماتش صعب جدا وتقيل جدا، لان صن داونز فرقه رخمه، سرعات وفنيات وفي كل حاجه هتلاقيهم في ارض الملعب عاملين زي الرهوانات. يعني نركز عشان خاطر الماتش ده ما فيهوش ولا تعادل ولا خساره. احنا لسه عندنا صن داونز هناك، ولسه القطن بره، ولسه الهلال هنا، فكل الماتشات دي صعبه جدا. فاحنا عايزين نتصدر المجموعه بتاعتنا باذن الله ونغلب صن داونز هنا رايح جاي. ان شاء الله قادرين ان احنا نعملها، لان احنا احسن فريق في افريقيا من غير شك. من غير شك احنا السكواد بتاعنا تقيل بمعنى الكلمه، عندنا اساسي واحتياطي زي بعض ودكه تقيله جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي في الجاي ان شاء الله، ونقدر نحصد كل البطولات. في اخر الكلام، سلام.